تعالوا اقول لكم ازاي نعمل فراخ مسحب في البيت بطريقه زي المحلات بالظبط، تكون مشويه ومبططه كده، واخده نفس الشكل التحفه بتاع بره دوت اللي بيبقى فيه التضليعه الحلوه ديت. بسهله قوي في البيت من غير اي خطوات معقده. هجيب فرخه مش هتكون كبيره، هتكون صغيره الى حد ما، تكون كيلو 100 كيلو 200، مش صغيره قوي برضه عشان ما تنشفش مني في الفرن، بس في نفس الوقت ما تكونش كبيره عشان تستوي كويس. هقطعها كويس، انا هديها هخليها عشان تبقى مفروده، هقطعها نصين، ممكن تقطعيها 4 ارباع لو حسيتي ان الفرخه كبيره. هتديها كذا تنغيزه كده بالشوكه او بالسكينه فتحات. وبعد ما اقطعها كويس وافردها واخليها مبططه كده، هحطها في محلول النقع. هجيب الخلاط بقى او هجيب الكبه بتاعتي او الستاند ميكسر بتاعك، الاستخدام اللي هتستخدميه يعني. وتبدأي تحطي الطماطم والفلفل، اكون مقطعهم شرايح، واحط عليهم بصلايه مفرومه. انا كنت عندي البصل مجمد يعني، فكنت مطلعه مقدار بصله مفرومه. وعليهم معلقه كاتشب حلوه كبيره كده، ومعلقه عسل، وعليهم 3 معالق لبن، ومعلقه خل صغيره. ما كانش عندي زبادي فاستبدلت الزبادي باللبن والخل. معلقة فلفل كويسة بقى كده، وشوية زيت، 3 معالق تقريبا زيت، والملح بتاعي ظبطته. هقفل الكبة وابدأ افرمهم كويس. هيطلع لي حاجة كده زي سائل لونه احمر كده حلو. ده السائل اللي انا المفروض هحطه للتتبيلة. عليهم بقى معلقة بابريكا حلوة كده، ممكن زي ما انتي عايزة تستبدليها او لا، بس انا بحب طعمها قوي في الفراخ المشوية. دي بابريكا مدخنة. ومعلقة بصل بودر. هديهم خلطة كمان علشان البودر ده هيختلط في الخليط. وفي بولة هحط الخليط بتاعي علشان احط فيه الفراخ. هحط الفراخ بقى كويس بعد ما اتنقعت كويس قوي علشان ميبقاش فيها اي زفارة او اي حاجة. نقعتها في محلول النقع. محلول النقع كان لتر مية او مية كويسة، يعني كمية مية كويسة. عليها 3 معالق ملح كبيرة قوي، ومعلقة ملح ومعلقة سكر معلش. ده محلول النقع خلص، واتأكدت ان مفيش زفار. ممكن اضيف كمان مع محلول النقع ليمونة. آه، اتأكدت ان مفيش اي زفارة او حاجة، احطهم بقى في التتبيلة. اقل حاجة خلينا ساعة في التتبيلة ديت علشان تبقى متشربة التتبيلة. هجيب الشبكة دي بقى، الشبكة ديت اختراع حرفيا، انا بحبها قوي. منجزة كده في العزايم وحلوة، بتطلع شكل الفراخ شكلها حلو قوي كأنها جاهزة من بره بالظبط. هدهن الشبكة كويس دهنة زيت كده علشان الفراخ ما تلزقش فيها، او الجلد بتاعها ما يلزقش. دهنة خفيفة كده. وبعد كده ابدا احط الفرخة فيها. هفرد الفرخة كويس على الشبكة علشان ابقى متأكدة ان الفرخة كلها هتاخد نفس شكل التضليع بتاع الشبكة. هحط بقى نصين الفرخة او الكمية اللي انتي عاملاها، ان كنتي عاملة فرخة كاملة، ان كنتي عاملة كذا فرخة، على حسب الشبكة بتاعتك والفرن. هحط الشبكة وتحتها الصينية علشان ما وسخش الصينية يعني، وكده هكون محضرة جنبي ورق فويل، وعلشان احط بيه اللي ابطن بيه الصينيه. هقفل على الشبكه بقى بعد ما اكون رشيت الفرخه رشه زيت صغيره كده علشان تاخد معانا طبقه الكراست اللي على الوش ديت. حطيت الفويل اهو زي ما قلت لكم على الصينيه يعني من تحت، علشان تنزل الدهون بتاعتها في الصينيه، ما تبوظش الصينيه بتاعتي، تنزلها في الفويل. وهغطيها كويس وادخلها الفرن. دخلتها الفرن على درجه حراره 200. هحط في صينية بقى مية سخنة علشان تسوي معايا الفراخ، لاني كنت ببقى خايفة انها ما تستويش كويس. خدت معايا ساعة وربع تسوية وكانت زي الفل. خدت معايا اللون الحلو قوي دوت من فوق من الشوايه، لان هي ما كانتش، كنت مغطياها فكانت مستويه وبس ما كانتش فاضل لها اللون. فتحت عليها الشوايه وطلعتها. هبدا بقى اطلع الفراغات كده، اسلكها يعني من الحديد. هي كده كده انا رشاها زيت فمش هتلزق فيها. وبتطلع في الاخر بالشكل الجميل التحفه دوت. حاجه كده في منتهى الجمال وكانها من بره. ممكن بقى تبقي محضره فحمه حلوه كده، تديها الريحة بتاعت حاجات بره كده، وريحة الفحم المشوي دي تقدري تعمليها انها تاخد الريحة دي. وبس كده. لو كنتم وصلتوا للفيديو للجزء دوت، اتمنى يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة علشان القناة تكبر بيكم، وتعملوا لايك للفيديو عشان الفيديو يوصل لأكبر عدد ممكن للناس. اتمنى تكون الوصفة عجبتكم، واشوفكم في وصفات تانية جاية كتير. حرفيا الفراخ دي هتعجبكم، اتمنى تجربوها وتعجبكم. ما تنسوش تعرفوني.